السلام عليكم. مواقع التواصل الاجتماعي مش بتبطل كلام وهري. مرة يقولك شفت اللي حصل في حفلة سامو زين في الساحل الشمالي، ومرة يقولك طيب شفت بقى اللي حصل مع أشرف عبد الباقي. لا 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 لا، ده انت متعرفش ايه اللي حصل في شقة عبد الحليم حافظ ولا ساعة إليسا. الناس ما بطلتش كلام ولا هري عليها. تعالوا نعرف الموضوع من الأول. كل موضوع وكل حكاية هنحكيها بتفاصيلها. ايه اللي حصل مع سامو زين في حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي؟ الدنيا مقلوبة على السوشيال ميديا بسبب صورة سامو زين نزلها على حسابه. كان في حفلة لسامو زين في الساحل الشمالي. الحفلة دي طبعا اتصورت فيديوهات صور وكله نزل على النت. الناس اتفرجت على الصورة، لكن سامو زين نزل صورة من الحفلة على حسابه الرسمي، وده اللي خلى الدنيا تتقلب. الناس ما بطلتش كلام. ليه؟ بيقولوا كمية الناس كانت هناك مش طبيعية، مخلق موجود في الحفلة. ولما الناس جت وقارنت الصورة اللي نشرها سامو زين وبين فيديوهات الحفلة والصور اللي نزلت على النت، اكتشفوا المفاجأة. الصورة فيها كثافة ناس مش طبيعية ومش موجودة لا في الصور الحقيقية للحفلة المنشورة على مواقع التواصل ولا حتى في الفيديو. الناس اختلفت مع بعض. ناس قالت يمكن مصور حتة تانية من الحفلة أو يمكن مصور حفلة تانية، لكن لما الناس ركزت في الصورة اكتشفوا إن الصورة معمولة بالذكاء الاصطناعي، فيها تكثيف للناس علشان يظهر إن الناس أكتر من اللي كانوا موجودين. يعني من الآخر الصورة ملعوب فيها بالاي اي علشان يتقال إن الحضور كان كبير جدا في حفلة سامو زين. بصراحة بيني وبينكم الموضوع صعب قوي. ازاي يكون فيها حفلة لسامو زين وده مطرب كبير وقديم مش من النهاردة يعني، ويكون الحفلة مفيش فيها ناس أكتر من 200-300 واحد؟ مش حلوة في حق سامو زين. فيمكن نقول إن هو حاول يأكد على نجوميته وعلى وجوده في وسط الوسط الفني والأحداث والحفلات، فحاول إن هو ينزل صورة بالمنظر ده. الناس قالت إن الموضوع ملعوب فيه وإن الكلام غريب، لأن الصورة فيها أكتر من شخص شبه بعض وكلهم نفس المنظر ونفس الهيئة ونفس اللبس، ستات أو رجالة. الصور متكررة للناس اللي موجودة في الصورة، وده طبعا شغل ذكاء اصطناعي. طبعا سامو زين ما طلعش لا أكد ولا نفى الحوار ده وإن الموضوع معمول بالذكاء الاصطناعي ولا دي صورة حفلته بجد. هو ما قالش أي حاجة. مفيش حد هيقول أنا كنت بعرض صورة مش حقيقية يعني، أو أنا لاعب فيها بالذكاء الاصطناعي عشان أأكد كمية الحضور اللي موجود. نسيب سامو زين في الساحل الشمالي. فاكرين فيلم الحفيد اللي كان أبطاله عبد المنعم مدبولي وكريمة مختار ومحمود عبد العزيز ونور الشريف وميرفت أمين؟ فاكرين الفيلم ده؟ الفيلم ده بقاله أكتر من 30 سنة. الفيلم ده هيتحول لمسلسل، واللي هيقوم بالبطولة بدل عبد المنعم مدبولي هو الفنان أشرف عبد الباقي، وهيكون معاه مجموعة كبيرة جدا من الفنانين. تفتكروا هيكون بنفس حلاوة وقوة فيلم الحفيد، ولا لما يتحول لمسلسل هيكون في تطويل في الأحداث وتغيير؟ طبعا لأن المسلسل عدد حلقات مش فيلم لمدة ساعتين. قول لنا ايه رأيك؟ هل هتتفرج عليه لما يتعرض؟ هل تتوقع انه يكون بقوة وحلاوة فيلم الحفيد، ولا عبد المنعم مدبولي فنان ما ينفعش يتقلد؟ مع الاحترام الشديد للفنان الكبير أشرف عبد الباقي، لكن كل واحد ليه شخصيته وأدائه. احنا مستنيين هنشوف هيتعرض امتى. انا عن نفسي هتفرج عليه عشان اقدر اقول هل الفيلم احسن ولا المسلسل. أشرف عبد الباقي مش بس هيعمل المسلسل ده هيعمل كمان مسلسل راجل وست ستات، جزء جديد منه الجزء ال11، وهيكون معاه رمزي وثنائية عادل ورمزي ودول حبيبي. الفنانة انتصار أكدت إنهم بدأوا فعلا في تحضير المسلسل وإنهم دخلوا الاستديوهات وإن ده هيكون الجزء ال11. طبعا في فنانين كتير غابوا عن المسلسل زي الفنانة زيزي مصطفى، إنعام الجريتلي،
وغيرهم كتير. لكن هل انتم متحمسين تشوفوا عادل ورمزي مع بعض تاني؟ هل هتتابعوا المسلسل لما يتعرض؟ قول لنا رأيكم في التعليقات. طيب ايه بقى حكاية شقة عبد الحليم حافظ اللي عملت موجة غضب شديدة جدا، والسوشيال ميديا ما بطلتش كلام ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب اللي حصل من شخص واحد راح يزور بيت عبد الحليم حافظ. هو شخص كويتي اسمه سلمان عبد الله. بعد ما فتحوا البيت للزيارات والناس تروح تشوف مقتنيات عبد الحليم حافظ، ما كان منه إلا إنه راح قعد على السرير بتاع عبد الحليم حافظ واتغطى بالغطا بتاعه ومسك التليفون وينام على السرير. وده اللي خلى أسرته غضبت جدا، ومن بعدها قررت غلق منزل عبد الحليم حافظ نهائيا وممنوع الزيارات تاني، حفاظ على ورثه ومقتنياته. واعتبروا اللي حصل ده تجاوز لحرمة المكان، وانه تلاعب بالمقتنيات اللي موجودة هناك. طلعوا أهل العندليب بيان رسمي بالموضوع، وإن القرار جه بسبب عدم التزام بعض الزوار بقواعد احترام المكان وحرمته، وإن الشقة هتتفتح بعد كده لزيارة أفراد العيلة بس والأصدقاء المقربين، مفيش حد تاني هيدخل. وده حفاظ على المقتنيات التاريخية للفنان عبد الحليم حافظ. سلمان عبد الله الراجل الكويتي صاحب الفيديو أو صاحب الصورة اللي كان قاعد فيها على السرير بتاع عبد الحليم، أكد إن دخوله البيت وتصويره في المكان هناك كان بإذن من الناس اللي موجودة في المكان، وهم الناس المسؤولة على الشقة بتاعت عبد الحليم حافظ، وإنه استأذنهم قبل ما يتصور وقبل ما يقعد على السرير. وقال إن هدفه ما كانش الإساءة ولا التقليل من قيمة ومقتنيات عبد الحليم حافظ، لكن الحكاية دي كلها عبارة عن إنه كان بيحاول يقعد ويتصور نفس الصورة اللي كان متصورها عبد الحليم. الحكاية دي قلبت السوشيال ميديا، ما بطلتش كلام على اللي حصل. طب انت ايه رأيك في قرار عيلة عبد الحليم؟ هل كان نفسك تروح تتفرج على الشقة وتشوف المكان اللي كان عايش فيه عبد الحليم والحاجات اللي كان بيستعملها ومقتنياته اللي كانت هناك؟ قول لنا رأيك في التعليقات. خلصنا من شقة عبد الحليم، نخش في حكاية إليسا اللي برضو قلبت الدنيا. هي كان عندها حفلة في المغرب، وكانت لابسة فستان فضي جميل قوي من تصميم نيكولا جبران. الموضوع ده ما لفتش نظر الناس قد ما لفت نظرهم الساعة اللي كانت لابساها إليسا في ايدها. هي دي اللي قلبت الدنيا وما قعدتهاش. الناس كلها اتكلمت عن الساعة اللي في ايد إليسا. الساعة دي من كارتيه ومصنوعة من الذهب الأبيض، وسعرها 91,000 دولار أمريكي، يعني حوالي 4.5 مليون جنيه مصري. الساعة فيها فخامة شغلت عين الناس أكتر من الفستان اللي كانت لابساه نفسه إليسا، والناس كلها اتكلمت عليها لدرجة إنهم دوروا على الساعة وعرفوا ماركتها وعرفوا سعرها. السوشيال ميديا ده ما بيقعدش هادي أبدا، لازم يوصل لأساس الحكاية وآخرها كمان. لغاية هنا خلصت الحلقة. لو عجبك الفيديو اشترك معنا في القناة، واحنا كل يوم هنجيب أخبار جديدة وحكايات جديدة. تابعونا وياريت تعملوا لنا لايك كمان، هنبقى فرحانين جدا باللايك اللي انتوا بتعملوه، وهتشجعونا ان احنا نكمل ونجيب أخبار أكتر وأسرار كمان. احنا مستنيين تعليقاتكم على كل خبر احنا قلناه. قول لنا ايه رأيك في اللي بيتقال واللي بيقول السوشيال ميديا، انت رأيك فيه ايه؟ في انتظار اشتراككم معانا وفعلوا الجرس عشان اول ما الفيديو الجديد ينزل توصلوا على طول لاخر الاخبار. وكمان يا ريت تعملوا لنا لايك واكتبوا لنا تعليق او حتى صلي على النبي في التعليق. اسيبكم في امان الله، السلام عليكم.